تفضل دي كأس العالم مع المغرب ولا الشامبيونز ليغ مع إشبيلية؟ وبالنسبه لي انايا كنفضلهم بجوج فيهم. نفضل ندي كاس العالم مع المغرب، ونفضل ندي كاس اوروبا مع اشبيليه. بجوج تا أنا بجوج صراحة، واخا كأس العالم زايد نغزى شوية، ولكن تا الشامبيونز ليغ شي حاجة بزاف. ماذا كان شعورك بعد التصدي لثلاث ضربات جزاء وأنت تعلم أنها أدخلت فرحة لن تنسى على قلوب كل المغاربة؟ وهو شعور كيبقى صراحة إحساس صعيب توصفو، والحمد لله يعني على داك الفرحة اللي خلات الناس تفرح، وبالأخص في داك الوقيته. ما هو سرك في تجاوز كل الانتقادات المبالغ فيها والعودة كل مرة أقوى من الأول؟ والصراحة الانتقادات هادو أنا ما عمري ما كندخلش نقراهم باش نشوف نقرا داكشي اللي كيكتب بنادم، اللي كيكتبوا الناس. والحمد لله بالخدمة وكلشي اللي عطاني سيدي ربي باش قدرت انني نحقق نتائج ايجابيه. والهدف ديالي كان هو التحديات، لانني من بديت كوب دي موند وانا غادي في التحديات، والحمد لله كل تحدي كيكون قبلتي كنحققه ان شاء الله خير. بونو، انت هو احسن مرمى في العالم بالنسبه لنا، شكرا على الفرحه اللي عشنا معكم. شكرا اختي بشرى، الله يحفظك. سؤال من إطاويل بشرى. يوسف، احسن هدف سجلتيه في الكارير ديالك؟ احسن هدف في الكارير ديالي هو لحد الان الهدف ضد البرتغال. سؤال ثاني من خويا احمد. واش كتذكر اول هدف ديالك مع اشبيليه وضد من؟ كنظن ان الهدف الاول ديالي مع اشبيليه هو الهدف ضد سيلتا فيغو. بونو، هل تحلم بالفوز بألقاب فردية وجماعية أخرى مع إشبيلية؟ إن شاء الله. واحد كيدير العمل ديالو، كيحاول يقلب على التحسن ديما، واللي فيها الخير تكون شي اللي كاين إن شاء الله. سؤال من ياسين NM7. يوسف، هل تؤمن بالعودة للدوري أبطال أوروبا مع إشبيلية ولتصبح الهداف التاريخي لها في هذه المنافسة؟ ان شاء الله، علاش لا. كنتمنى ان يدوز بعد هذا العام على خير وبخير، وعلاش لا نكون الهداف التاريخي للفريق اشبيليه ان شاء الله. عايزكم تقولوا اسمي. فيصل ابراهيم. سي فيصل ابراهيم، تحياتي لك. خويا يوسف، نشوف السؤال من عبد الكريم حواز. خويا يوسف، سر النجاح ديالك في كأس العالم؟ سر النجاح ديالي في كأس العالم هو نخلي جميع المغاربة فرحانين، والحمد لله هادشي اللي حققناه وخلينا جميع المغاربة فرحانين. والحمد لله كان عندنا كل ماتش كنا كنشوفوا انه تحدي بالنسبه لنا وخاصنا نربحوه. الحمد لله ربي ما خيبناش وحققنا داكشي اللي كنا كنتسناو. ما سر ابتسامتك الباه اخليكم ديما فرحانين. امين اخويا، امين اخويا حفيظ بوزغبه، الله يخليك ديما فرحان وديما ناشط. من الافضل، يوسف النصيري او ياسين بونو؟ الافضل هو انت اخويا سعيد. افضل والله. هل سألت نفسك يوما من الايام انك ستكون اسطورة في كرة القدم وافضل حارس في التاريخ ياسين بونو؟ نصير، من افضل لك لاعب لديك وتقتدي به في كرة القدم؟ خويا أودي الجماعي. واخويا الصراحه ما كناش كنتخيلوا يعني تكون عندنا واحد البصمه ويعرفونا الناس يعني على الصعيد العالمي، ولكن هادشي كيبين بان كلشي قريب يعني بالخدمه، وحتى حاجه ما بعيده عن الله. اذا نصيري يسدي ركله جزاء امام بونو، هل يسجل؟ خصنا نشوف ونجربوا من بعد.
من بعد نجاوبك اخويا غيلان. Click here for more video. Hey, click. Come on. Click. Come on, bro. Done? Thank you. Thank you.